الناخب الوطني وحيد حليلوزيتش بتصريحات يمتدح فيها المنتخب الوطني والتجربة التي خاضها معه، ما يؤكد أن حنين الجزائر وربما العودة إليها يوما ما يراوده. البوسني هذه المرة تحدث لقناة بي إن سبورت وقال إن المنتخب الجزائري كان بوسعه الوصول إلى نهائي كأس العالم سنة 2014 لو اجتاز عقبة المنتخب الألماني في الدور الثاني، مضيفا: لن ننسى ما حييت طريقة الاستقبال الذي حظينا به في الجزائر بعد المونديال، هي أمور ستبقى راسخة في قلبي وذاكرتي، إنها أعظم ثروة بالنسبة لي وهي رأس المال الحقيقي. لقد أحببت العمل في الجزائر، فالجميع كان خلوقا ومحترما وكانت تجربتي أكثر من رائعة. ما أقوله اليوم قد يبدو للبعض جنونا أو ضربا من الخيال، ولكني متأكد من أننا لو فزنا على ألمانيا لبلغنا النهائي. كنا أقوياء وكانت تحدونا عزيمة كبيرة. وأتمنى البوسني أن تتكرر تجربته مع المنتخب الياباني الذي يشرف عليه حاليا، رغم أنه أقر بأن الأمور مختلفة، مبررا ذلك بالقول: في الجزائر بدأنا من الأسفل وصعدنا تدريجيا لأن الجزائريين يملكون الجرأة ولا يخافون، لكني في اليابان لمست نوعا من الارتباك والتردد والخوف لديهم، ولكني أحاول أن أزرع فيهم تلك العزيمة.